بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة عملاء مول القدس الكرام، أهلا ومرحبا بكم. زي ما شرحنا لحضرتك طقم التيتانيوم في الحلقة اللي فاتت، الحلقة دي هنشرح لحضرتك طقم الجرانيت السافلون. شرحنا لك التكوين بتاع طقم التيتانيوم ال 12، وهنشرح لك النهارده التكوين بتاع طقم الجرانيت ال 15. طبعا في اختلاف في التكوين بين ال 12 وال 15، بيزيد معاكي من 12 ل 15 قطعة. هنشرح لك كيفيه الاستخدام، ونشرح لك ازاي تنضفي الطقم بتاعك، ازاي تحافظي على الطقم بتاعك، ازاي تعرفي الضمان وخدمه ما بعد البيع. النهارده الطقم ال 15 تكوينه مختلف شويه عن ال 12. طيب احنا بنتكلم بنقول في 4 حلل اساسيين، وهم الاربع مقاسات بتاع الحله، ونبدا بالحله الصغيره، ثم الحله اللي فوق منها، ثم الوسط، ثم الكبيره. كده الاربع حلل الاساسيه في الطقم بتاعنا. دول الاربع حلل في الطقم الجرانيت بتاعنا، ومعانا اللبانه، ومعانا الدبل جريل زي ما حضراتكم شايفين. بيستخدم معاكي على الوشين، وفي نفس الوقت ممكن تحليه بالشكل ده كده وتستخدميه كل قطعه لوحدها. ده الدبل جريل بيستخدم معاكي على الوشين، وفي نفس الوقت بتحليه زي ما ورينا حضرتك كده وتستخدميه عادي، مفيش ادنى مشكله. معانا بقى الوok، ومعانا القلايه بتاعتنا الصغيره، ومعانا المقلايه الكريب، تمام، ومعانا طاجن الفرن. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان الجرانيت السافلون بيكون ليه قاعده ستانلس، دي حاجه كده زياده في الطقم عشان تحافظ على الطقم وتوزع الحراره بالتساوي على الطقم ككل. تمام. الجرانيت بقى السافلون ده عايز في النظافه ايه يا جماعه؟ تستخدمي اسبونشه مع ميه فتره مع المسحوق بتاعك، وهينضف بكل بساطه جدا. زي ما قلنا على التيتانيوم ضمان سنتين، ده برضو ضمان سنتين. خدمه ما بعد البيع ممتازه جدا، حاجه زي ما بيقولوا كده للعمر الطويل. لطلب المنتج تابعينا على صفحتنا على اليوتيوب مول القدس، موجود ان شاء الله باذن الله التيتانيوم والجرانيت ال 12 وال 15. لطلب المنتج اتصلي بينا على الرقم ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.